السلام عليكم. النهاردة هنعمل مع بعض طريقة تسييح الزبدة، وهنحولها كده معانا لسمنة، وتبقى معانا كده زي الفل لحد سنة أو أكتر برا التلاجة. يعني عمرها ما هتفسد مننا أبدا. هنسيحها النهاردة بطريقة حلوة جدا. هتضمني كده حتى لو عاملة كمية كبيرة، هتضمني إن هي عمرها ما هتبوظ منك بإذن الله. تعالوا مع بعض كده ندخل على طريقة التحضير بتاعتنا. بس ما ننساش لايك للفيديو واشتراك في القناة ومشاركة لكل حبايبنا. نسمي الله وندخل على وصفتنا النهاردة. أنا هشتغل النهاردة على كيلو ونص بس من الزبدة. الزبدة الفلاحي. بنعرف منين إن كانت الزبدة مغشوشة أو لأ؟ بناخد كده قطعة منها ونبدأ كده إن احنا نفركها كده على إيدينا. بتبدأ إن هي تدوب معانا. يبقى دي زبدة أصلية. في الوقت ده كده بدأت كده إن أنا أخدها وأنزل بيها كده في حلة. وطبعًا الحلة بتكون كبيرة شوية على كمية الزبدة. يعني لو هنعمل كمية أكبر من كده بتكون الحلة برضه نكبّر في الحلة، علشان طبعًا أثناء التسييح تبدأ كده إن هي تفور، فعلشان طبعًا ما تدلقش وعلى البوتاجاز كده وتفور منّي. وطبعًا الزبدة غالية فنحافظ عليها. في الوقت ده كده هنسيبها كده على نار متوسطة مايلة للهادية لحد ما تدوب تمامًا. الزبدة بتاعتي دي أنا كنت حاطاها في الفريزر. بدأت كده إن أنا أخرّجها قبل ما أصوّر معاكم الفيديو بحوالي نُص ساعة. وبدأت على طول إن أنا أشتغل فيها، فعلشان كده تبان إن هي صلبة شوية، بس هي علشان كانت في الفريزر. في الوقت ده شكلها كده بعد ما دابت، بتبقى عاملة كده طبقة كده أو رغوة فوقها. وطبعًا الزبدة معايا سايحة تحت، زي ما حضرتِك كده شايفة تحت الرغوة دي. في الوقت ده كده باسيبها معايا لحد كده، هي في الوقت ده كده بادئة تغلي معايا. وطبعًا هي طبعًا دلوقتي لسه زبدة، لسه ما فصلتش معايا. فبنسيبها كده على النار، وطبعًا بنقلِّب فيها كده كل دقيقتين علشان طبعًا تدّينا كده التسوية المضبوطة. علشان طبعًا ما في الرواسب اللي بتبقى فيها من تحت اللي هي المُرتة ما تاخدش لون، فتدّي للسمنة لون قبل ما هي ت تسيح ونسيّحها بطريقة التسييح المضبوطة اللي حضرتِك هتشوفيها معايا دلوقتي. في الوقت ده كده بنقلّبها كده كل دقيقتين زي ما حضرتِك شايفة. وطبعًا في الوقت ده كده أنا باورّيكِ كده السمنة أو الزبدة وهي بتفور كده معايا قبل ما تفصل كده للسمنة. ده شكل الزبدة معايا. فعلشان كده نستخدم حلة تكون كبيرة، علشان طبعًا نحافظ على الزبدة بتاعتنا. في الوقت ده كده بنقلّبها، وده كده بيكون شكلها كده معايا. بتاخد معايا مدة تسوية قد إيه؟ حوالي كده ربع ساعة على نار هادية. وده بيكون كده شكلها معايا. هي في الوقت ده كده بدأت تفصل معايا. ده بيكون شكلها. بدأت كده الرغوة اللي على وش كده الزبدة بدأت إن هي تقِل شوية. وهي طبعًا هتقِل تدريجي لحد كده ما تاخد كده أمّا تخلص تبدأ الرغوة دي تختفي تمامًا. في الوقت ده كده بدأت كده الزبدة معايا تفصل. في الوقت ده كده هنقلّبها كل دقيقة. ده بيكون كده شكلها بعد ما فصلت معايا. دي طبعًا اتحوّلت معايا لسمنة، بس هي دلوقتي لسه برضه ما استوِتش. في الوقت ده كده أنا باقلّبها كده كل دقيقة لحد كده ما لون المُرتة اللي تحت ده ياخد اللون الدهبي. في الوقت ده كده تعالوا يالّا مع بعض نشوف لونها. لونها لسه أبيض. هي لسه في الوقت ده كده لسه ما اتسيّحتش كده معايا التسييح المضبوط، اللي هو اللي يحافظ عليها برّه التلاجة كده لحد سَنة أو أكتر، وتبقى معانا زي الفل. ده كده بيكون شكلها كده معايا. في الوقت ده كده أنا هاقلّبها وأبدأ كل شوية كده أختبرها. يعني آخُد شوية كده من المُرتة اللي في قاع الحلة، وأبدأ كده إن أنا أشوفها. أول كده ما يبقى لونها اللون الدهبي، يبقى كده السمنة معايا استوت، أو الزبدة معايا كده اتسيّحت التسييح المضبوط. في الوقت ده كده بابدأ كده إن أنا أختبر كده المُرتة طول ما أنا شغّالة. يعني بنقلّبها كده كل دقيقة وباختبر المُرتة. وطبعًا النار معايا متوسطة مايلة للهادية. وفي الآخر كده أول كده أمّا بتبقى السمنة معايا في الوقت ده، باخلّيها نار هادية، علشان طبعًا بتاخد كده لون بسرعة جدًا. فعلشان لو أخدت لون زيادة ممكن السمنة بتاعتي كلّها لونها يغمق معايا وتبقى معايا لونها مش حلو أبدًا. في الوقت ده كده، ده بيكون كده شكل الزبدة بتاعتي بعد ما اتسيّحت.
ما شاء الله ما عادش عليها أي رغوة أبدًا. تعالوا كده مع بعض كده نشوف شكل المُرتة. هنفضل برضه إن إحنا نتابعها، وطبعًا الزبدة مش بينفع إن إحنا نعمل بيها حلويات كتير، فبنضطر كده إن إحنا نسيّحها وبنبدأ إن إحنا نستخدمها أيًا كان في الطبخ أو حتى في الحلويات. في الوقت ده كده، ده بيكون كده شكلها معايا، بنبدأ برضه إن إحنا نختبرها زي ما قُلت لحضرتك. السمنة بقت صافية ما عليهاش أي رغوة، بس هي لسه برضه في الوقت ده لسه ما استوتش، لحد كده ما المرطة تاخد اللون الدهبي. وفي الوقت ده كده نبدأ إن إحنا نحط لها كده حاجة بتكون مادة حفظ ليها، وبتساعدها كده معايا إن هي تكون زي الفل وعمرها ما تبوظ مننا أبدًا. هي نُص معلقة صغيرة من الملح مش مليانة، وطبعًا في الوقت ده كده بنبدأ إن إحنا نضيفها ونقلبها، قبل كده ما المرطة كده معايا تاخد اللون الدهبي بحوالي كده دقيقتين 3 مع الاستمرار في التقليب. وطبعًا بنختبر كده المرتة أول كده ما بتاخد اللون الدهبي، بابدأ كده إن أنا أطفي النار عليها على طول، وده شكلها كده طفيت النار عليها، وده بيكون كده شكلها. شكل السمنة جميل، لونها أجمل، وكمان ده بيكون شكل كده المرتة اللي تحت كده في القاع، ده بيكون شكلها اللون الدهبي. ولسه برضه هتاخد درجة لون زيادة، لإن طبعًا السمنة معايا في الوقت ده لسه سخنة. في الوقت ده كده هاسيبها معايا لحد ما تبرد معايا كده على جنب. وفي الوقت ده كده هابدأ إن أنا أجهّز البطرمانات اللي أنا هابدأ إن أنا أحفظها فيها لحد سَنة أو أكتر أو لحد ما تخلص. طبعًا أنا عاملة النهارده كيلو ونُص، حضرتِك ممكن تعملي لحد 10 كيلو يقعدوا معاكِ كده لحد رمضان الجاي وبنفس الطريقة دي، وهتبقى معاكِ كده زي الفل. أنا عملت كمية كبيرة بس للأسف ما صورتهاش، أنا صورت النهارده الكمية معايا الصغيرة دي، علشان طبعًا أشارك معاكم الطريقة. في الوقت ده كده بنعقّم البرطمانات بتاعتنا كويس جدًا، يعني بنغسلها بطريقة الغسل العادية بمَيّة سخنة، وبنحطها كده معانا على الرخامة على فوطة لحد ما تجف تمامًا. بابدأ كده إن أنا أشغّل الفرن وأسيبه كده لحد ما يبقى دافي، باحط البرطمانات معايا كده على صينية وأدخّلها الفرن لحد كده أمّا البرطمانات تدفى، باطلّعها أحطها على الرخامة لحد ما تاخد درجة حرارة المطبخ. بابدأ كده إن أنا أعبّي فيها السمنة، وده بيكون كده شكلها. أنا عملتها بالليل وده شكلها كده بيكون الصبح، بيكون معايا كده مرمّلة جميلة جدًا. دي طريقة تسييح إن شاء الله أضمن لِك إن هي تفضل معاكِ كده لحد سَنة أو أكتر، وتبقى معاكِ كده زي الفل. ده بيكون شكلها معايا. أتمنى إن يكون الفيديو عجبكم، لايك وشير لو عجبِك الوصفة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم.